السلام عليكم، نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا فيديو جديد. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم بزاف ديال النصائح إلا كنتوا أول مرة باغيين تاخدوا غسالة ديال الملابس. عندكم بزاف ديال التساؤلات والتخوفات على شنو خاصكم ديروا أول مرة أولا شنو العبارات اللي خاصكم تاخدوا أولا كيفاش تختاروا لا ماشين المناسبة لكم. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم بزاف ديال النصائح اللي أنا كنت كنتمنى أن شي واحد يكون نصحني بهم قبل ما ناخد الغسالة ديال الملابس ديالي، ولكن اللهم لك الحمد يعني كان الاختيار موفق وخديت بزاف ديال التجارب اللي ان شاء الله غادي نشاركهم معكم. كنتمنى ان شاء الله اذا عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، وتشاركوه مع الاصدقاء ديالكم باش تعم الفائدة للجميع وباش كلنا نستافدوا ان شاء الله. وما نزيدش نطول عليكم، خليكم مع الفيديو للاخير. اول حاجه البنات اللي غادي نديرو قبل ما ناخدو اي غساله ديال الملابس، ضروري اننا نوفروا ليها واحد المكان اللي كيكون مناسب ليها. داكشي علاش من الاحسن انكم تعبروا القياسات اللي عندكم في الكوزينه ديالكم. بالنسبه لهاد ال جي هادي راه كتجي في العرض ديالها فيها 60 سنتيمتر، يعني ضروري انكم تكون البلاصه اللي خصصتوا ليها تكون فيها 65 سنتيمتر. اما بالنسبه للطول فكتجي فيها 85 سنتيمتر. البلاصه اللي غادي تخصصوها ليها خصها تكون فيها 90 سنتيمتر، يعني خصكم ديروا واحد 5 سنتيمتر كتكون زايده الا كنتو غادي تحطوها مباشره على الارض. حاجه اخرى، حاولوا ما امكن انكم تفادوا تحطوها في شي بلاصه اللي كيكون فيها الاستعمال ديال الماء بواحد الشكل اللي هو كبير، مثلا تحطوها في الحمام اولا تحطوها في شي بلاصه اللي كيكون فيها الماء ديال التسياق بزاف، حيت الماء بزاف راه كيخرج على لا ماشين وكيصديها لينا، ما كتبقاش بنفس الجماليه ديالها. كتلقاوها انها كتصدي من التحت، ومع الوقت راه ما كتبقاش تلقى حتى على من توقف، يعني كتبقى يعني كتصدي كامله وكتبوره كامله من التحت. ثاني حاجه واللي حتى هي مهمه بزاف كنتمنى حتى هي ما تغفلوش عليها، وهي العدد الكيلويات اللي كيكونوا عندكم في لا ماشين ديالكم واللي باغيين تختاروها. يعني حاولوا ما امكن انكم تاخذوا عدد الكيلويات مناسب العدد ديال الافراد ديال العائله ديالكم. وطبعا كيف ما كان العدد ديال الكيلويات في الماشين ديالكم كبير كل ما كيكون احسن. داكشي علاش من الاحسن انكم تحاولوا تفاداو لي ماشين اللي كيكون فيهم يعني عدد الكيلويات اللي هي قليله. غادي نقول لكم السبب علاش، وهو انه بزاف ديال الناس كيسحابهم ان هذا العدد اللي كاين هنايا راه هو اللي كتهز لا ماشين. راه ماشي هو اللي كتهز لا ماشين. بالنسبه لهاد 9 الكيلو اللي عندي هنايا راه ما كنحطش فيها 9 الكيلو يعني في كاع البرامج، راه فقط هاد 9 الكيلو كتهزها ليا غير الكوطون والكوطون بلس، يعني هاد جوج ديال البرامج بوحديتها هما اللي كيهزوا ليا 9 الكيلو ديال الحوايج. اما بالنسبه للبرامج الاخرى راه ما كنفوتش فيهم 7 ديال الكيلو ديال الحوايج. وطبعا كنهضر على الحوايج يكونوا فاسقين ماشي ناشفين، يعني ما غاديش ندكسوا فيها 9 الكيلو ديال الحوايج ناشفين. دائما منين تحطوا الملابس في الغساله ديال الملابس ديالكم، دائما منين تحطوا فيها حاولوا انكم تدخلوا اليد ديالكم وتحاولوا تخليوا واحد الفراغ اللي هو كيكون من الفوق باش كيلقاو الحوايج فين يدوروا وكيتنقاو لينا وكيتنظفوا لينا بواحد الطريقه اللي هي احسن. داكشي علاش من الاحسن وحاولوا ما امكن انكم تزيدوا الفلوس وتاخذوا عدد الكيلويات اللي كيكون كبير. ثالث حاجة وهي أنكم دائما قبل ما تاخدوا أي أجهزة كهربائية في المنزل ديالكم حاولوا أنكم تاخدوا أو تختاروا الأجهزة اللي كتكون اقتصادية، لا على الماء ولا على الضوء. بالنسبة لهاد الغسالة ديال الملابس راه فيها A3 بلس، يعني كاع الأجهزة الكهربائية اللي غادي تاخدوا سواء ثلاجة ولا فران ولا أي حاجة ديال الضوء حاولوا أنكم تاخدوا يكون فيها A3 بلس. يعني بالنسبه لهاد الثلاثه ديال لي بلس راه كيكون يعني هذا الجهاز اللي غتخدموه في البيت ديالكم كيكون جهاز اللي هو اقتصادي. وبالنسبه لهاد ال جي هذه صراحه دابا تقريبا 3 سنين وهي عندي صراحه، لا من الناحيه ديال الماء ولا من الناحيه ديال الضوء ما كايناش شي كونسوماسيون اللي هي كبيره. ثالث حاجه واللي هي مهمه بزاف اولا رابع حاجه عفوا، وهي ان هاد ال جي هذه راه فيها ضمان ديال 10 سنوات الموتور ديالها. يعني حاولوا انكم تاخذوا غساله الملابس اللي كيكون فيها الكارانتي اولا الضمان تيكون فيها طويل، باش الا وقع فيها اي مشكل ولا اي عطب كتقدروا تواصلوا مع الجهه اللي شريتوها من عندها وكيكون عندكم يعني الكارانتي، سواء يعني كيكون عندكم الاصلاح
اولا كيبدلوها لكم. حاجه واحده اخرى البنات واللي حتى هي مهمه، هو انكم ما تزربوش وخذوا الوقت ديالكم الكافي فاش تبغيو تاخذوا هاد الاجهزه هذه، وخصوصا الغساله ديال الملابس. يعني حاولوا انكم تسولوا هنا وهنا، سيروا المحلات اللي كتبيع هاد الاجهزه هذه، سيروا المرجان، سيروا الالكترو بلانيت. يعني الانسان يقلب هنا وهنا حتى كيلقى الهوته وكيلقى الثمن اللي هو مناسب ليه. غير عافاكم ردوا البال لواحد القضيه، راه كاينين بعض المحلات اللي كيكونوا كيبيعوا هاد الاجهزه هذه اللي كتكون ماشي 100% اوريجينال، وحيت كاينين فيهم جوج ديال الانواع. كاين نوع اللي كيتصنع في الصين وكيتركب في الصين، وكاين نوع اخر كيتركب في مصر. يعني كيجيبوا لي بيس ديالها من الصين وكيركبوها في مصر. بالنسبه لهذيك ديال مصر، يعني اللي كتركب في مصر راه كتكون الكاليتي ديالها يعني ناقصه على هذيك اللي كتصنع وكتركب في الصين. غادي تسولوني شيماء كيفاش نقدروا نفرقوا بيناتهم وكيفاش نعرفوا اللي غادي تصنع في الصين واللي غادي تركب في مصر؟ غادي نقول لكم كلشي غادي تعرفوه بالسيري. يعني غادي تمشيو مثلا للمرجان، وما غالبا راه كيبيعوا يعني اللي كتكون يعني مركبه ومصنوعه في الصين. يعني غتمشيو لها وغادي تشوفوا السيري ديال هذيك لا ماشين اللي باغيين تاخذوا، ومثلا غادي ديك الساعه غادي يكون عندكم السيري ديالها. يعني غادي تعرفوا باللي هذيك راها اوريجينال 100% وكتكون يعني مصنوعه ومركبه في الصين. بالنسبه لهذه ديالي انا غادي نخلي لكم السيري ديالها اذا كنتو باغيين تاخذوا بحالها، وهذا هو باش غادي تعرفوا الفرق بيناتهم. اخر حاجه البنات، فاش تجيبوا لا ماشين ديالكم للبيت ديالكم وتركبوها، ضروري ومؤكد انكم تحيدوا لي هذوك الفرانات اللي كيكونوا في اللور ديال لا ماشين. تحيدوهم، راه كيكونوا على شكل بولونات كبارين، كتحيدوهم وكتحتفظوا بهم. بالنسبه لهذوك البولونات اللي كيكونوا عندنا اللور، هذوك تيكونوا فرانات، يعني كديروهم الموتور او الموتور ديال لا ماشين باش ما كيتزعزعش من بلاصتو. يعني كنتو غادي تنتقلوا لواحد البيت واحد اخر، اولا فاش كتكونوا جبتوها اول مره للبيت ديالكم، يعني راكم عارفين مع الهزان، مع الدروج، مع بزاف ديال الاهتزازات، مع فاش كتكونوا جايبينها في الطريق. يعني الا كان اهتزاز كتير، دوك الفرانات كيحاولوا انهم كيشدوا لينا الموتور وما كيخليوهش يخرج من بلاصتو. احتفظوا بدوك الفرانات. الا كنتو غترحلوا لواحد البلاصه واحده اخرى، غادي تعاودوا تركبوا ليها دوك الفرانات. بالنسبه لدوك الفرانات، بزاف ديال الناس كيقولوا لي راه كيتهز لينا لا ماشين بزاف. الا ما حيدتوش هذوك الفرانات، راه كتبقى كتهز لكم لا ماشين بزاف وكدير لكم الصداع بزاف، وكتخرجوا عليها من بعد. داكشي علاش اول حاجه غديروها ملي تركبوا لا ماشين هي انكم تحيدوا الفرانات. ثاني حاجه غادي تخدموها على هذا البرنامج ديال الكوطون، وغادي تخليوها كتخدم حتى كتنقى لكم مزيان من الداخل اذا كانت فيها شي حاجه ولا الغبره، ولا خصوصا كيكون فيها الريحه ديال الكاواتشو، الريحه ديال البلاستيك. داكشي علاش من الاحسن انكم تخدموا على هذا البرنامج باش ديك الريحه ما كتلصقش لكم في الملابس ديالكم. اما بالنسبه لهاد البرامج كاملين اللي كاينين هنايا، انا راني سبق ليا درت لكم فيديو عليهم وشرحت لكم كل برنامج والخاصيه ديالو وشنو هما الملابس اللي كديروهم في كل بروغرام من هاد لا ماشين هادي. وكنتمنى ان شاء الله ترجعوا الفيديوهات الاخرين الا كنتم مازالين باغيين بعض التوضيحات على هاد لي بروغرام هادو. كان عندكم اي تساؤل واحد اخر، انا ان شاء الله رهن الاشاره. اي حاجه ما عرفتوهاش ان شاء الله غادي نشاركها معكم. وبالنسبه هاد لا ماشين هادي، احسن حاجه فيها بصراحه اللي زوينه بزاف هو انها تقدروا تخدموها عن بعد. يعني فيها خاصيه الويفي، يعني كتقدروا تبروغراميوها مع التليفون ديالكم وكتخدموها عن بعد. بالنسبه للناس اللي كيكونوا خدامين وكيخرجوا الصباح بكري وكيبغيو انهم يديروا فيها الحوايج ديالهم ويخدموها عن بعد، غير هي ضروري انكم تكونوا ركبتوا فيها الحوايج ودرتوا المنظف هنايا وصافي، وكتقدروا تخدموها عن بعد وكتحكموا فيها عن بعد، وكتقدروا تيليشارجيو حتى دي بروغرام جدادين يعني من غير هادو اللي كاينين هنايا. وكان هذا هو الشرح ديال اليوم. نتمنى انني نكون جاوبتكم على كاع الاسئله ديالكم. ولا شريتوا شي ماشين ان شاء الله نتمنى انها تدخل عليكم بالصحه والهنا ان شاء الله. وكنتمنى انكم تحافظوا عليها، وكيف قلت لكم تتبعوا الفيديوهات ديالي ان شاء الله، وغادي نجاوبكم على كاع الاسئله ديالكم، وغادي نعاونكم انكم تحتفظوا بلا ماشين ديالكم لاطول مده ممكنه، حيت صراحه هي واحد الجهاز اللي هي مهم بزاف في الدار ديالنا صراحه. الهلا يخطيها علينا لاله الحادقه ديالنا. ونتمنى لكم ان شاء الله نتلاقى معكم في فيديو قادم باذن الله.